انسى كل ما تعرفه عن أطلانتس. تلك الجزيرة المفقودة التي ابتلعتها الأمواج في ليلة واحدة مجرد خرافة، أو هذا ما اعتقدناه. لكن ماذا لو أن الصدمة الحقيقية هي أن أطلانتس لم تغرق قط؟ ماذا لو أنها لم تختفي تحت المحيط الأطلسي، بل تحولت إلى ما نعرفه اليوم باسم الصحراء الكبرى؟ صدق أو لا تصدق، قبل أن ترفض هذه الفكرة تماماً، دعني آخذك في رحلة إلى نظرية جريئة ستغير مفهومك عن التاريخ نفسه، مدعومة بتفاصيل ربما لم تطرح بهذه الطريقة من قبل. أطلانتس لم تغرق، بل جفت. تخيل معي للحظة، أطلانتس لم تكن جزيرة محاطة بالمحيط، بل كانت جنة خضراء تضج بالحياة في قلب شمال إفريقيا. منطقة كانت يوما ما غنية بالبحيرات والأنهار، تغطيها غابات خضراء وتعيش فيها حضارات مزدهرة. هذه المنطقة هي بالضبط ما نعرفه اليوم باسم الصحراء الكبرى. ألا تصدق؟ حسناً، الأدلة الجيولوجية والأثرية الحديثة التي غالباً ما تفصل عن أسطورة أطلانتس تصرخ بأن الصحراء الكبرى لم تكن دائماً قاحلة، بل شهدت فترات رطبة امتدت لآلاف السنين، كانت خلالها موطناً لحضارات مجهولة وعالم بيئي غني بالحيوانات والنباتات. ماذا لو أن وصف أفلاطون للحلقات المائية المحيطة بأطلانتس لم يكن سوى وصف دقيق لشبكة معقدة من الأنهار والبحيرات الضخمة التي كانت تغذي هذه المنطقة قبل أن تتحول إلى رمال؟ البحيرات في الصحراء الكبرى كانت ضخمة لدرجة أن بحيرة ميغا تشاد وحدها كانت أكبر من بحر قزوين اليوم. تخيل أن هذه الحلقات المائية كانت قنوات ملاحية متطورة تربط مدنا ومستوطنات تمتد عبر ما هو الآن صحراء لا نهاية لها. الكارثة الكبرى لم تكن طوفانا مائيا. هنا يكمن الجزء الأكثر إثارة للصدمة في هذه النظرية. أفلاطون يقول إن أطلانتس غرقت في يوم وليلة، لكن ماذا لو أن الغرق كانت مجازاً عن تحول بيئي جذري لا رجعة فيه؟ ماذا لو أن التغيرات المناخية الهائلة التي ضربت الأرض في نهاية الفترة الرطبة الإفريقية والتي أدت إلى تجفيف هائل للمنطقة بأكملها كانت هي الكارثة التي وصفها أفلاطون؟ تخيل سيناريو الكابوس: أنظمة بيئية كاملة تنهار، أنهار تجف حتى أعماقها، بحيرات تتقلص لتصبح بركا صغيرة، ومياه جوفية تنضب تماما. هذه العملية وإن لم تكن غرقا بالمعنى التقليدي الذي نفكر فيه، يمكن أن تكون كارثية بنفس القدر إن لم يكن أكثر. يمكن أن تؤدي إلى هجرة جماعية واختفاء حضارة بأكملها في غضون أجيال قليلة. غارقة الأراضي الخصبة تحت الرمال، غارقة الحضارة بأكملها تحت وطأة الجفاف والتصحر. هناك عدة أدلة خفية تدعم هذه النظرية وتجعلها أكثر إثارة للتساؤل وتجبرنا على إعادة التفكير. الأنهار الجوفية والبحيرات القديمة. الاكتشافات الحديثة لشبكات أنهار جوفية ضخمة تحت الصحراء الكبرى وبقايا بحيرات قديمة جدا تتوافق بشكل مذهل مع وصف أفلاطون للحلقات المائية والقنوات. هذه الممرات المائية لم تكن على سطح الأرض فقط، بل امتدت تحتها، مما يوفر نظاما بيئيا معقدا يعزز فكرة الحضارة المتقدمة. رسومات الكهوف المذهلة في الصحراء الكبرى التي تصور حيوانات مثل فيرس النهر والفيلة والزرافات التي لا تعيش اليوم في هذه البيئة القاحلة هي دليل قاطع على أن هذه المنطقة كانت خضراء ومأهولة وتعيش فيها حضارة مأهولة في قلب هذه الجنة المفقودة. هناك تكونات جيولوجية دائرية غامضة في الصحراء الكبرى مثل تركيبة الريشات في موريتانيا. هل تبدو مألوفة؟ إنها تشبه إلى حد كبير وصف أفلاطون للحلقات المركزية لأطلانتس، على الرغم من أن التفسير العلمي السائد لها هو أنها هيكل جيولوجي ناتج عن التعرية، إلا أن التشابه المذهل يثير تساؤلات جدية. هل ألهمت هذه الهياكل أفلاطون أم أنها بقايا فعلية لهياكل متقدمة تركها سكان أطلانتس؟ قصص الطوفان والكوارث الكبرى موجودة في ثقافات عديدة حول العالم، لكن ماذا لو كانت بعض هذه القصص وليست كلها ليست عن طوفان مياه، بل عن طوفان من الرمال، عن اختفاء الأرض الخصبة تحت وطأة الجفاف، وهو ما قد يكون أعمق وأكثر تأثيرا على الذاكرة الجماعية للحضارات التي شهدته. السبب بسيط: عقولنا مقيدة بالرواية الكلاسيكية. عندما نفكر في أطلانتس الغارقة فإننا نتخيل محيطاً ومياهاً، لكن لو أعدنا قراءة أفلاطون بعقل منفتح وركزنا على فقدان الأرض والدمار الشامل بدلاً من مجرد الغرق، فقد نكتشف أن الصحراء الكبرى تحتفظ بأكثر من مجرد رمال. إنها تحتفظ بذكريات حضارة عظيمة. ولكن هل كانت هذه الحضارة هي أطلانتس بالفعل؟ أم أنها حضارة أخرى مجهولة تماماً سبقت أطلانتس ومهدت لأسطورتها؟
ربما لم تغرق أطلانتس قط، بل تبخرت ذكراها وبقيت قصتها تنتظر من يربطها بالحقائق التي تظهر من أعماق الأرض. أو ربما تكمن تفسيرات أخرى أبعد من نطاق خيالنا الحالي.